من كام سنة كده اتجوزت واحد كان باين عليه في الأول إنه طيب وحنين، بس اللي حصل بعد كده قلب حياتي كلها. أنا نسمة، عندي 28 سنة، كنت بشتغل في مركز تجميل وهو كان بيجي هناك من وقت للتاني. كان دايما بيضحك وبيهزر مع البنات، بس عمره ما حاول يقرب مني، وده خلاني أحترمه جدا. في يوم لقيته بيستناني بره الشغل وقال لي إنه معجب بيا وعايز يتقدم. كنت متفاجئة، بس وافقت بعد ما اتكلم مع أهلي، وفعلا اتجوزنا في خلال شهرين بس. أول كام شهر كان كل حاجة ماشية تمام، بس فجأة بدأ يتغير، بقى عصبي على طول، وأي كلمة كنت بقولها كانت بتقلب خناق. كنت فاكرة إن دي ضغوط شغل أو حاجة وهتعدي، بس الموضوع طول، وبقى بيرجع البيت متأخر وما بيسألش فيا. وفي يوم وأنا برتب هدومه لقيت تليفون تاني مخبيه، ولما فتحت الموبايل لقيت عليه رسايل غريبة، صور مش مريحة وحاجات مش منطقية. قلبي وقع وحسيت إني مش فاهمة أي حاجة. استنيته لما رجع وواجهته. أنكر في الأول، وبعد كده قال لي إن دي حاجات قديمة وملهاش لازمة وإنه ندمان. بس اللي حصل بعد كده خلاني أكتشف إن الحكاية مش بسيطة. بدأت ألاقي مكالمات كتير على التليفون العادي وأصوات غريبة في وقت متأخر. كنت بصحى من النوم مفزوعة، ولما أسأله يقول لي أنتِ بيتهيألك. وفي مرة شفت بعيني إنه بيكلم حد بصوت واطي، وكان بيقول كلام مريب جدا. قررت أروح لأهلي وأحكي لهم، بس أمي قالت لي استحملي، كل الرجالة كده في الأول. بس أنا ما كنتش مرتاحة، وقلبي كان بيقول لي إن في حاجة غلط. فضلت أراقبه وبقيت بصور أي حاجة غريبة تحصل، لحد ما جالي اليوم اللي كنت مستنياه. رجع البيت متأخر كعادته، بس المرة دي كنت مجهزة كل حاجة. فتحت له التلفزيون وكان عليه تسجيلات للمكالمات اللي حصلت، وصوره هو مع ناس مش مفهومة علاقتهم بيه. اتصدم وسكت، وبعد شوية قال لي أنا آسف، كنت مضغوط ومش عارف أنا بعمل كده ليه. بس أنا خلاص قلبي اتكسر وثقتي فيه راحت، ومعرفتش أرجع أعيش معاه زي الأول. رفعت قضية خلع وخرجت من العلاقة دي وقلبي عليه جرح كبير، بس على الأقل خرجت وأنا لسه واقفة على رجلي. دلوقتي بقول لكل بنت ما تسكتوش على اللي مش طبيعي، وخليكي دايما صاحية لقلبك، لأنه عمره ما هيكدب عليكي. بصيت لنفسي في المراية، كنت مشوهة، مش بس شكلي، لأ، حتى روحي. كل لحظة كنت بفتكر فيها اللي حصل، وكنت بترجع قلبي يرجع سليم زي زمان. بس خلاص، نزلت من الشقة وأنا مش شايفة قدامي، عيني كلها دموع، قلبي وجعني وراسي بتلف. وقفت عند أول الشارع، لقيت عربية جاية، معرفتش حتى أتحرك. بس فجأة حد سحبني من دراعي وصرخ فيا، انتي اتجننتي؟ واقفة في نص الطريق ليه؟ بصيت له، لقيته كريم، أخو واحدة صاحبتي. كنت أعرفه من بعيد، بس هو عرفني على طول. قال لي إيه اللي حصل؟ مالك؟ شكلك مش طبيعي خالص. قلت له مفيش، أنا بس مخنوقة. لا مفيش كده، تعالي أوصلك مكان ما انتي رايحة. رفضت، بس هو أصر وفضل يلح عليا لحد ما ركبت معاه. ركبت وقلبي بيدق، مش عشان خايفة منه، لأ، عشان مخضوضة من كل اللي حصل لي. سألني تاني، انتي ساكنة فين؟ في الحي التالت جنب الميدان. فضل ساكت شوية وبعدين قال، اللي في عينيكي مش حزن عادي، انتي متدمرة. سكت، معرفتش أرد. وصلني لحد تحت بيتنا، وقبل ما انزل قال لي أنا اسمي كريم، ولو احتجتي حاجة ده رقمي. أخدت الرقم وأنا حتى مش فاكرة إذا كنت ناوية أكلمه ولا لأ. دخلت بيتي، شقتي الصغيرة، قفلت الباب ووقعت على الأرض. بكيت من غير صوت، بكيت لحد ما نشفت دموعي. عدت أيام وكل يوم بحاول أعيش، أتنفس، أضحك، أروح شغلي كأن حاجة ما حصلتش. بس الحقيقة أني كنت بعيش بنصي. وفي يوم وأنا في الشغل لقيت رقم غريب بيتصل. رديت، لقيته كريم. إزيك؟ الحمد لله. كنت بفكر فيك، ينفع أشوفك؟ اتلخبطت بس وافقت. قابلته في كافيه هادي واتكلمنا كتير، حكيت له كل حاجة. ما ردش بكلمة،
سابني أتكلم، وفي الآخر قال لي: أنتِ أقوى مما أنتِ فاكرة، اللي حصل ده غلطك فيه 0. الكلام كان بسيط، بس حسيت كأنه بلسم على جرح قديم. بدأنا نتقابل، نشوف بعض أكتر. ما كانش في بينا حاجة واضحة، بس وجوده كان بيريحني. كان بيسمعني، بيشجعني، وحتى لما كنت بضعف كان بيشدني. وفي يوم بعد شهور وأنا واقفة معاه على البحر قال لي: أنا بحبك. اتصدمت، بس قلبي فرح رغم خوفي. قال لي: مش مستعجل على لد، بس حبيت أقولك. عدى وقت وأنا بدأت أصدق إن ممكن أبدأ من جديد، ممكن قلبي يعيش تاني. قلت له بعد فترة: وأنا كمان ابتديت أحبك. ضحك وقال لي: من النهاردة أنا مش هسيبك لوحدك تاني. عدت سنين واتجوزنا، وبنيت معاه حياة جديدة، مش خالية من التعب، بس كلها حب واحتواء. والنهاردة وأنا قاعدة بكتب حكايتي، شايفة نفسي في المراية تاني، بس المرة دي أنا حقيقية، أنا قوية. أنا اللي كنت فاكراها انتهت، لكن اتعلمت إن كل نهاية ممكن تكون بداية جديدة لو عرفنا نختار الناس اللي تستحق وجودنا. النهاية: شكراً إنكم سمعتوا حكايتي. يمكن تكون شبيهة بحكايات كتير، ويمكن تكون مختلفة، بس الأكيد إن كل واحدة فينا تستحق تتحب وتتحمي. أشوفكم على خير في قصة جديدة من قناتكم نونا والحكاية.